السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ روتين جديد كده مع بعض، هنعمل حاجة حلوة مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل النهاردة رز بلبن بطريقة جميلة قوي، بتخلي الرز بلبن كريمي كده وطعمه وريحته بيبقوا جمال جدا. نسمي الله كده او نبتدي. انا عاملة 2 كيلو لبن على كوباية الا ربع رز. وهنا جبت 3 معالق كريم شانتيه، انا بجيبه اللي هو بتاع ده السايب، و3 معالق برضو لبن بودرة، وهحطهم كده مع اللبن. انا كنت هنا سخنت يعني اللبن، فما ينفعش ان انا احط عليه الكريم شانتيه ولا اللبن البودر، هيكلكعه. فعملتهم الاول، دوبتهم في شوية مية وقلبتهم ونزلتهم على اللبن. وهنا كنت نقع الرز، نقعته شوية، وهنا حطيته على اللبن، اديله تقليبة بس كده وهسيبه ياخد غلوة كده، وانزل عليه السكر احنا ما بنحبش الحاجة مسكرة اوي. انا حطيت 5 معالق على الكمية دي، بيطلع طعمه حلو قوي. البتاع ده الفانيليا، احط عليهم كيسين فانيليا، بس هحط في الاخر يعني عشان طعمهم يبقوا في الرز بلبن. وحطيتها على النار، حطيت الحلة شلتها من على النار العالية، حطيتها على النار الواطية خالص، وطيت عليها خالص يستوي ايه كده ايه براحته. اخلي الرز يستوي في اللبن، ما بعملش ما بسلقش اللبن الاول في المية، لا، بسويه في اللبن. وهنا بقى خلاص كنت طفيت عليه، هحط عليه شوية جوز الهند واديله تقليبة، وهغطيه واسيبه ايه يهدى شوية، يرتاح شوية. بس بعد كده بقى ايه، اروح حاطاه اغرفه يعني في الاطباق، واسيبه برضو شوية كده، اروح حاطه عليه جوز هند على الوش، واحط عليه زبيب. لو كان عندي مكسرات كنت عملته، كان ما عنديش مكسرات، ما عنديش غير جوز الهند وما عنديش غير الزبيب. بيبقى طعمه جميل قوي لما اسويه مع اللبن. لما بسويه مع المية بصراحة ما حبيتش طعمه، لما الرز بيستوي في اللبن بيبقى طعمه احلى. هنا سيبته يهدى كده شوية، وهنا اهو اغرفه بقى كده في الاطباق. كان لسه برضو سخن، وهسيبه برضو ايه يهدى شوية، واحط عليه على وشه جوز الهند والزبيب. في بقى عندي حطوا عليه قرفة على الوش كده، رشوا عليه قرفة. انا بصراحة ما حبيتش ان انا ارش عليه قرفة، انا حبيت ان انا اكله كده يعني بالزبيب والجوز الهند، انا بحب الحاجة بالجوز الهند قوي. حطيت كده جوز هند وحطيت عليه زبيب، ويبقى طعمه حلو قوي. حبيت اشارك يومي معاكم، ما تنسونيش حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. جربوه كده اللي انتوا تسووه في اللبن مش في المية، بيبقى طعمه حلو. الرز بيبقى شارب من اللبن، بيبقى طعمه حلو غير لما تسويه في المية. وكوباية الا ربع هي عاملة كمية حلوة يعني. اقول لكم يا حبايبي تصبحوا على خير.